امال ابوك يعني يرضيه اللي عمله ده عليه يضيع البيت ابويا كان خايف على الارض ولا ما يضيعش بيت ابوه. هي واخده واحد غريب مش من عندنا. يا عم غريب ولا انت حاج؟ ده يا شيخ بقى ما تقولش انا ولا بلاش النومه. حرام عليك يا خاينه مفتري. انا مش غريب. غريب ما هو غريب. خلاص حرام عليك. ما ينفعش القعده بتاع ابويا بتقول بتاع العماره هتشتكي. هتقابل ربنا ازاي؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ موضوع قدام. ليه تقبل انك توكل اولادك من حرام؟ اقسم بالله الحرام ده هيضيعك ويضيع عيالك ويخرب بيتك كمان. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اخته معاها فدانه ونص هي واخوها، ابوهم سايبهم من 5 سنين متوفي الله يرحمه ورحمه واسعه. وزوجها راجل تعبان وشقيان مع داخل على كده ومعاهش حاجه يعني. تمام. وبتقول لاخوها اديني ورثي، اخوها مش عايز يديها. تمام. جاتني انا بتشكي لي قلت لها والله الحل ده انا ما اعرفش احله، انا احله عند الشيخ بشرع ربنا ودين ربنا. ربنا يجزيك خير يا رب. ربنا وانت تحكمنا في المشوار ده. ربنا يجزيك خير يا عمد الله. تحكمنا انت في المشوار ده يا شيخ بشرع ربنا يعني عشان نريحهم بس. طيب ايه الموضوع انت؟ اتفضل ابنك اسمه الكبير، ابنك اسمه مازن. اتفضل يا ام مازن. انا دلوقتي ابويا ساب لنا فدان ونص وعماره 3 ادوار. اخويا مش عايز يديني ميراثي، بيقول احنا ما عندناش حريم بتورث. حرام ولا حلال؟ انا عايزه ورثي عشان اساعد بجوزي، جوزي على قده، فانا عايزه ان انا اساعده. هو واكل ورثي، حرام ولا حلال؟ ابوك ميت لي كام سنه؟ 5 سنين وما عطيكيش حاجه ورث خالص. ده حتى ما بيخشش عليا. ساب فدان ونص وساب بيت قد كام 3 ادوار. 3 ادوار؟ واكل حقي. ايه رايك يا عمر؟ مش واكل حقي، حتى ما بيجينيش. انا محافظ لها على حقها. بتحافظ لي على حقي. انا اديها مال ابويا والمال والارض اللي تعبت فيها. محدش شاف تعبي، هي ما شافتش حاجه. مش ميراثي، شرع ربنا. ده حقها برضه، شرع ربنا. انا وصيه ابويا، ان انا احافظ على المال لحد اخر يوم في عمري. لحد اسيب لك اديك الفلوس وتديها لجوزك. انت مالك وربنا اللي حلله ليا. ما هو غريب. راسي حرام عليك. ما ينفعش بتقول بتاع العماره هتشتكي. هتقابل ربنا ازاي؟ هتقول له ايه؟ موضوع قدام. بالارض. ايوه يا ظالم. لحظه يا مازن، هات يا مازن، هات ابوك كاتب لك عقد بالارض. ايوه. طب العقد ده يعني تفتكر العقد ده هينجيك من عذاب ربنا؟ العقد ده كده ابوك غلط وورثك بالغلط. ابوك غلط بجهله، ظلم، ربنا يرحمه ويعفو عنه. ابوك غلط، انت صح الغلط بتاعه. يعني كتب لك عقد بالارض عشان تاكل حق اختك؟ هو ده ينفع شرعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ظلم قيد شبر من الارض طوقه يوم القيامه من 7 اراضين. يعني هو العقد ده لما تخش به القبر هينجيك من عذاب القبر، ولا لما تجب بيه بين يدي ربنا ده ينفع معاك في القانون لكن قدام ربنا مش هينفع. حرام عليك. ويوم يعض الظالم على يديه. ليه تقبل تدخل بيتك مال حرام؟ ليه تقبل انك توكل اولادك من حرام؟ اقسم بالله الحرام ده هيضيعك ويضيع عيالك ويخرب بيتك كمان. وظلم ذوي القربى اشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. ستعلم يا ظلوم اذا التقينا غدا عند الاله من الظلوم، الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. حرام عليك. ما تقوليش البلد ما حدش اما يورث بنات. حرام عليك. ربنا كتب لها الميراث في الشرع و5 سنين. ليه تاخر الميراث 5 سنين وهي فقيره وزوجها فقير؟ هي هتشحت منك فلوس؟ ده حقها ربنا عطاهولها. ربنا قال في القران وتلك حدود الله من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دي حدود الله عز وجل، وانت بتتعدى حدود الله عز وجل. ليه اختك تروح للعمده وتشتكيك للعمده؟ ليه؟ مش حرام عليك؟ هي وهو بيزورك اصلا بيروح لك البيت؟ ما بيزورنيش، انا خالص. ناس كتيره خالص كمان قطع رحم خالص، ما بيجينيش ولا بيسال عليا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنه قاطع رحم. ما بيخبطش على بيتي. اختك المفروض الواحده لما تشتكي تقول اخ. اختك المفروض لما تشتكي تقول اخ. فين الاخ؟ تضيعها في الزمن ده
وتشتكيك ومش هتروح لها البيت لا في عيد ولا في مناسبه ولا تسال في عيالها. حتى لو ده تعبان حرام ولا ولا حلال؟ تعبان فين ولا الدين؟ تعبان عمره ما جالي. وتقول لي البلد كمان ما حدش هيورث البنات، ده بلطجه، ده ظلم وبلطجه، واللي ما ياكل حق اخته في الميراث والله ربنا هينتقم منه. ده انا في زرت الدنيا. عليه طوب الارض. ربنا هينتقم، واشتكتك مره يا واثنين رحت للعمدة. وفي الاخر جت العمده عشان انت ظالم، انت ظالم وعايز تاكل حقها. سيبك من البلد وساكن العيله كلها اللي ياكل حقوق البنات، كل الناس دي ربنا يحاسبها. ابوك غلب، لو انت بر بوالدتك اديها حقها علشان خاطر ربنا يخاف على ابوك في القبر. الغلط اللي عمله ابوك صححه. لو انت بتخاف ربنا سبحانه وتعالى وما تدخلش على عيالك المال الحرام، جمع الحرام الى الحلال ليكسره، جاء الحرام الى الحلال فبعصره. ربنا بينتقم. ايه عيالك يفشلوا، عيل يمرض ما تلاقوش دواء، زوجتك تنكد عليك تطلقها، هيحصل خراب. الحرام ده حرام عليك. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. في البلد مش هنورث البنات. طب هو ده عدل ربنا؟ حرام ولا حلال؟ يخش عليا ليه؟ الميراث لما نزل في القرآن نزل للرجاله بس ولا للرجاله والنساء؟ مفيش نزل فيهم للكل. هيخبط عليا. وقال للذكر مثل حظ الانثيين، وتوعد وقال ومن يتعدى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اساله كده، قول له تخش عليها، معلش بتخبط عليها بقى. هي مش هتشحت. قول له كده، قول له بتخش عليها. مش هتروح لاختك خالص، مش هيزور خالص قول له كده، اساله ولا في السماء خالص ولا عيد. خالص. كنت ما بيخبطش عليا ليه؟ ما بيجيش يسال عليا. كنت بزورها لحد ما جوزها قوم عليا. سيبنا من قصه الزيارات، نخلي قصه الميراث الاول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الارض توقع يوم القيامه من 7 اراضين. ازاي تقبل على نفسك تاكل مال حرام؟ ابوك غلط مثلا، ابوك ما كتب لك، لو انت بتحب ابوك وبتبر ابوك تصحح الغلط اللي عمل ابوك، لان دي لها حق في الشرع، حقها في الميراث، لها وللذكر مثل حظ فدان ونص، المفروض تاخد نص فدان وانت فدان. والبيت كمان، البيت كمان المفروض الواحد ايه، تيجي لجنه تقيم البيت العماره تعمل 800,000 تعمل مليون تعمل 2 مليون، اللجنه تقدر وبعد كده تقسم الذكر مثل حظ الانثيين. بس حرام عليك. فابوه ما قضيش هنا العقد مزور. لا مش مزور. لا مزور، انت مزور الحاجه ده. لا مش مزور. لا انت ابوك مش فاضي لك فيه. استحاله ابوك كان يعمل لا ما ابوه ما يعملش حرام كده عليك. ابدا. حرام عليك يا ظالم. لا لا لا. حرام عليك يا عم يا عم حسبي الله ونعم الوكيل. بص يا عم، حسبي الله ونعم الوكيل. بص يا عم، نفترض انه صح، هتروح من ربنا مش هتكون فين؟ مزور. ايه؟ انت لو ترضى ان ابوك يتعذب مفيش في القبر؟ اخره. مفيش اخره يا اخي. ترضى ابوك يتعذب في القبر؟ لا. طب خلاص يبقى انت صح. حرام حرام، الظلم ابوك حرام. غلط. انت لو انت عايز ترحم ابوك صحح الغلط، اديها حقها. وبعدين ابوك اللي تعب وربى وعلم وتعب عشان كده تسيب اختك وتقطع الرحم. ده انا ساعات بس مش حرام بشاكل. الشيخ وكلام ربنا. ساعات مش بشاكل، ما بلاش النوم مش انا هينفع. وعيالي، ما بلاش اولادك النوم. هيفشلوا. الولد قطع عيل مرض، ممكن مش عارف مرضك تنكد عليك، ممكن تطلق مرضك، ممكن تخسر دينك. عشان ايه؟ عشان ده كله يبقى المفروض ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتدي لها حقها، وانت ربنا تدي لها هيزيدك. حقها وربنا هيزيدك ويخلف عليك. جمع الحرام الى الحلال وكثره، جاء الحرام الى الحلال فبعصره. يا ريت يأثر في الناس الكلام ده. للاسف كتير من الناس لما تاخد البنات في الميراث، وده حرام عليك والله العظيم. حرام حرام حرام. والله اللي ما خدتش حاجه في الدنيا والله ما مسامحاه. اسمع والله ما هتاخد يوم مسامحاه. القيامه. ابن عباس بيقول عشان هو عايش في نعيم ربنا. سيدنا نعيم عمر أبويا بيقول وسيدنا اسمع، أنا كده. سيدنا عمر بيقول ايه؟ لئن تلقى الله يوم القيامه ومظلمتك كما هي خير لك من ان تلقاه وقد اقتصصتها. وفي الحديث لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. فانت لما تدفع هنا برضاك غير لما تدفع غصب عنك، غصب عنك يوم القيامه. فانت فوق لنفسك وسيبك من الكلام يقول لك البلد مش اما تورث البنات، الناس دي كلها تخش الجمهور كلها يتحاسب هناك، محدش هينفع، لا فلوس ولا ارض ولا بيوت ولا وظيفه ولا غيره ولا عيله، مش هينفع غير عملك الصالح. فانت ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتقدر العمده وتخاف من ربنا وتقدر كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم خلينا نعيش عندك حاجه خالص يا اخي، اختك وياتك وبعدين اختك يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه مش اختك. لا يدخل الجنه قطع رحم، لا يدخل قول يا الجنه شيخ، قطع قول. رحم. قول. اختك دي ما تزورهاش، مين لا، حتى ما يزورها؟ تزورهاش. مين يزور اختك؟ اختك مش هتزورها، والله هي ما الواحده في بخل عليا، الدنيا بخل عليا. بس هي عمده وانت هي ملهاش غيرك، ابوها مات وامها مات يا اخي، يا اخي خلي عندك
مش ولد. ناس كتير بتروح تقول لواحد مين يسأل عليها؟ مين يسأل عليها؟ فرض كل شهر تطل عليها، تاخد كيلو فاكهه، تاخد شويه حلويات معاك، تحس ان انت العيال يحس انه بيحسوا بخالهم، هي تحس باخوها. طب بيشوف هي تتشرف حتى قدام، تتشرف قدام اهل جوزها ان اخويا بيجي لي وبيجيب لي اكل وبيجيب لي شرب وبيزورني وبيروح ويجي عليا، لكن انت عايش مع نفسك يا اخي، ما فيش خير فيك. ليه؟ فين برك بابوك؟ برك بابوك انك تبر اختك، برك بامك في جبرها انك تبر اختك. انت الاب وانت الاخ وانت الام وانت العم وانت الخال. ده ابنك عيب عليك وحرام عليك. ابنك يا شيخ تعبان وبيعيط بيقول لك وبعدين العقود اللي انت جايبها دي يسلم عليك في الشارع. ابوك اذا كان غلط وكتب لك عقد ولا انت عامله مزور، ده مش هينفع يا عم ده مزور، ابوه مش ماضي هنا يا عم مزور على شفته. يا عم حرام عليك. يا عم. ده هي لو ماتت وما خدتش حاجه هتاخده منك يوم القيامه، وانت هتدفع الثمن غالي قدام انا مش ربنا. مسامحاه. سيدنا عمر بيقول ايه؟ شوف بتقول لك مش مسامحاك مش وانت الاخ. مسامحاه. المفروض انت الاب وانت الام وانت الاخ. عشان واكل حق. ابوك الوقت ممكن يكون بيتعذب في القبر عشان الظلم ده، يبقى حرام عليك، يبقى خفف عنه، خفف عنه العقد ده. المفروض انت تقطعه بايدك مش تقطعه عيالك، المفروض انت تقطعه بايدك. يبقى حرام. ايوه جزاك الله خيرا وجه يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. 100 100 يا عمر. بس فانت اختك تديها نص فدان، والعماره انا مش هقدر. شوف الناس بتوع العقارات يقدروا البيت وتدي لها ليه وتوصلها. عايز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحمه. في الحديث من سر أن يبسط له في رزقه ونسأ له في أسره فليصل رحمه. هي ملهاش غيرك، أبوها مات وأمها ماتت وملهاش غير أخ واحد بس. أنت كل حاجة في حياتك انت ابوها واخوها كل أسبوع تبص عليها، تاخد فواكه وتاخد حلويات وتروح وشرفها قدام أهل جوزها، لكن تحسسها كده ملهاش حد في الدنيا اما يصعب عليها. واكيد اما تنام كل يوم عايطه منك انت، مش لاقي حد يسأل ابوها مات وامها مات، اللي هم بتوع الحنيه. فين حنيتك انت؟ فانت تزورها وتروح تكرمها وتكرم اهلها وتجيبها بيتك كل فتره، كل اسبوعين ثلاثه تجيبها بيتك وتحسسها ان ايه، وقوم حب في جراس اختك، قوم حب جراس اختك. يلا انا هعوضك على كل اللي فات. عوضها على كل حاجه. انا هعوضك على كل اللي فات، سامحيني. انا هعوضك على كل اللي فات. جزاك الله خير يا عم، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعل وزن حسناتك. والله جزاك الله خير يا عم، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله. دي رساله لكل المسلمين. للاسف في ناس اما تصلي في الجامعه وما تصلي في الصف الاول، وناس اما تقرا قران، وناس اما تاكل حقوق اخواتها في الميراث. ده والله مش دين ولا اسلام ولا انسانيه ولا رحمه. كفايه ظلم وكفايه بلطجه. انت كيف بتبلطج على اختك؟ حرام عليك، حرام عليك. ان ما خدتش اختك حقها منك في الدنيا هتاخده منك يوم القيامه، وهتدفع الثمن في الدنيا، هتدفع الثمن في الدنيا. يبقى حرام عليك. ارجع لربنا سبحانه وتعالى وادي لها حقها ووصلها وزورها في بيتها واتصل بالتليفون وتابعها وهاتها عندك في البيت. خليك كريم، انت الاخ، انت الاب، انت الام، خليك رحيم باختك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم، لا يدخل الجنه قاطع رحم. الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة.